جدعان الترند وصل، جبنا لكم عجينة السكر. بتاعت ايه بقى عجينة السكر؟ بتاعة السكراب. بنروح نشتريها غالية وقد كده؟ لا، احنا هنعملها بطريقة حلوة جدا، سهلة وسريعة وموجودة مكوناتها عندنا في البيت، وكمان ب3 مكونات بس. يلا نبدأ. اول حاجة هنجيب شوية سكر ناعم، اللي هو يعني معلقة سكر ناعم او خشن، وهنجيب معلقة من الشاور بس جل. احلى حاجة بقى لو سكر التموين هيظبط معاكي الوصفة كده، بس اللي هو الصغنن ده مش الكبير، عشان الكبير بيشوك اصلا. بعد كده هتجيبي معلقة ايه من الشاور جل. بعد ما حطينا شاور جل كده حطينا على السكر، هنجيب ايه؟ هنجيب البطل بتاعنا وهو ايه؟ النشا. هتحطي في حدود معلقة حلوة كده، ماشي؟ مش كبيرة ولا صغيرة. قولي معلقة ايه؟ بصوا هو دلوقتي في طريقتين تقدروا تعملوا بيهم البتاع بسرعة. ايه بقى؟ ان انتوا تكتروا النشا وتعجنوا لغاية لما تبقى عجينة، او تعملوها وتبقى سايلة شوية وتسيبوها في التلاجة ترتاح، وبعد كده تشكلوها بس كده. يلا بينا بقى نعجن، يلا نشمر ونعجن. فين ايدي بقت عاملة ازاي؟ شايفين؟ بيضة قشطة شمعة منورة حلوة قوي، جربوها. ماما معانا شاور جل، دي الخطوة الأخيرة بقى. معانا شاور جل هنحطه فيه، تمام، وهنجيبه سكر. بعد كده هتنزلوها في السكر كده، بصوا الشكل ده كده. ده يبقى شكلها بعد ما خلصت. ايه رأيكم؟ ما تنسوش آرائكم، كومنتات، ما تنسوش آرائكم. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم تعملوا لنا لايكات كتير، كومنتات كتير، وشير على قد ما تقدر، عشان احنا بنتعب في الوصفات دي، بجد بنتعب فيها جدا. فاللي هو لايك عايزين الفيديو ده يتفجر لايكات.